اليوم رح نغوص في تحليل واحد من أكثر المنتخبات إثارة للجدل في أفريقيا، منتخب الكونغو الديمقراطية، أو زي ما يعرفوا بالفهود. منحلل مع بعض استراتيجيتهم ونكشف سر قوتهم وضعفهم في نفس الوقت. طيب، السؤال الأهم اللي دائما ينطرح بخصوص هذا الفريق هو: هل الموهبة الكبيرة اللي يمتلكونها تكفي فعلا للتغلب على نقاط ضعفهم الواضحة، خصوصا في البطولات الكبيرة والمصيرية؟ هذا هو جوهر القصة كلها. عشان نفهم القصة كاملة لازم نبدأ من الأساس. قبل ما ندخل في تفاصيل التكتيك والأرقام، خلونا نفهم هوية هذا الفريق بالضبط. هوية الفريق فعلا فريدة من نوعها، هي عبارة عن مزيج غريب من الموهبة الخارقة والهشاشة في نفس الوقت، وهذا بالضبط اللي يخليهم فريق مثير جدا للمتابعة. ممكن في لحظة يبهرونك وفي اللحظة التي بعدها يخذلونك. تمام، خلونا نبدأ بالجانب الإيجابي، بالجانب المشرق. إيش اللي يخلي الفهود خصم مرعب لأي فريق يواجهه على أرض الملعب؟ هنا تبدأ الحكاية. استراتيجيتهم الهجومية واضحة جدا، تعتمد على إرباك الخصم بالسرعة والمهارة. الفكرة هي الهجوم بكل قوة لخلخلة أي دفاع قبل ما يأخذ فرصة للتنفس أو تنظيم صفوفه. والأسماء اللي نشوفها هنا هي اللي تقود هذا الهجوم الكاسح. لاعبين زي سيدريك باكامبو ويوان ويسا، هذول مو مجرد هدافين، لا، هم لاعبين قادرين يغيرون مجرى مباراة كاملة بلمسة واحدة أو انطلاقة سريعة. والأرقام ما تكذب أبدا. الرسم البياني هذا يوضح لنا عقليتهم الهجومية بشكل كامل. هم ينتظرون الفرص، هم يصنعونها وبمعدل عال جدا، أعلى بكثير من متوسط باقي الفرق في أي بطولة يشاركون فيها. وهذا الاقتباس يوصفهم بشكل مثالي: مدفع زجاجي، يعني عندهم القوة النارية لتحطيم أي دفاع، لكن في نفس الوقت هم هشين وممكن ينكسرون بسهولة. وهذا التشبيه يأخذنا مباشرة للجانب الآخر من القصة، نقاط ضعفهم. صحيح، عندهم قوة هجومية ضاربة، لكن هنا يظهر الوجه الآخر للعملة: الدفاع. من الدفاع هو الثغرة اللي تهدد بنسف كل المجهود الهجومي الذي يبذلونه. الهشاشة الدفاعية هذه مو مجرد مشكلة عابرة، لا، هي السبب الرئيسي اللي كلفهم بطولات ومباريات مهمة جدا في الماضي. في اللحظات الحاسمة وتحت الضغط الدفاع ينهار. والمشاكل هنا هيكلية، ما هي مجرد أخطاء فردية. نتكلم عن غياب تام للانسجام بين المدافعين، ضعف واضح في مواجهة الهجمات المرتدة، مستوى غير ثابت لحراس المرمى، كلها نقاط ضعف يعرف الخصم الذكي كيف يستغلها لصالحه وبأبشع طريقة ممكنة. وهنا نشوف التناقض العجيب بالأرقام. يسجلون أهداف بكثرة، لكن في نفس الوقت شباكهم تستقبل أهدافا بنفس الكثرة تقريبا. مبارياتهم تتحول لمهرجان أهداف مفتوح، وهذا الشيء ممتع للمشجع المحايد، لكنه كارثة تكتيكية. طيب، السؤال هو: كيف يتعايش هجوم ناري مع دفاع هش في فريق واحد؟ هذا هو الصراع الداخلي الذي يعيشه الفريق على أرض الملعب في كل مباراة. الجدول هذا يلخص المعضلة كلها. كل نقطة قوة في الهجوم تقابلها نقطة ضعف مباشرة في الدفاع. سرعتهم في الهجوم يقابلها بطء في الارتداد الدفاعي. إبداعهم في الأمام يقابله فوضى في الخلف. كل ميزة لها ثمنها. وهذا الخلل يخلق مباريات ممتعة للمشاهدين، ما في شك، كلها إثارة وحماس. لكن للمدرب هذا يعتبر كابوس استراتيجي. كيف تحقق الفوز وأنت تلعب بهذا الأسلوب المتهور؟ إذن بعد ما شفنا القوة والضعف، الهجوم والدفاع، إيش هو الحكم النهائي على فريق الفهود؟ في النهاية القصة كلها تتلخص في معادلة بسيطة جدا: هل هجوم الفريق قادر يسجل أهدافا أكثر من اللي راح يستقبلها دفاعهم؟ هذا هو السؤال الذي يحدد مصيرهم في أي منافسة. في الأخير، مشاهدة منتخب الكونغو الديمقراطية هي مغامرة بحد ذاتها، مغامرة مثيرة. والسؤال اللي يتركونا نفكر فيه دائما هو: هل القوة الهجومية لوحدها كافية لصناعة المجد وتغطية كل العيوب الدفاعية؟ الإجابة تظل معلقة في الهواء.